في عدد كبير من المواضيع مطروحه للنقاش، وده كان جيد جدا يعني. بالمناسبه بعد احداث الثوره ظهر الى عالم المرئي والمقروء عدد من الدواوين الشعريه الكثيره، وكلها تتحدث حول الاحداث مصر قبل الثوره واثناء الثوره تحديدا. في تقديرك هذا التعاطي السريع مع الواقع هل هو من الحصافة الشعرية الأدبية الفنية؟ هو بيبقى ضرورة تاريخية، يعني في كل حدث جلل بيحصل بتلاقي أعمال كتير جدا بتعامل هذا الحدث، لكنها تخرج بعده بفترات حتى تستقر الأوضاع وتصبح الرؤية واضحة. هي دي الأعمال التي تعيش، يعني الأعمال التي تعيش هي اللي بتخرج بعد فترة من هضم الواقع والتعامل معاه، يعني كل الأعمال اللي بتدور دلوقتي بتدور حول شيئين، إما ميدان التحرير كلها تتكلم عن الميدان، أو إنها تتكلم عن سلبيات الرئيس المخلوع وجزء من أجزاء الانتقام، يعني اللي هو يعني أنا قادر دلوقتي أقول يعني جزء من ده مش عايز أسميه كده، بس هو جزء من دوت بيبقى حاصل بشكل حقيقي يعني. الجزء الثاني مش هي دي البطولة، هي البطولة كانت فيما قبل ما تبقاش فيما بعد، يعني البطولة إنك تقول رأيك وهو موجود، مش البطولة إنك تقول رأيك وهو في السجن. من كان بطلا في تلك المرحلة وقال رأيه بوضوح قبل الثورة؟ 90% من جيل الشباب. 90% من جيل الشباب قالوا رأيهم قبل الثورة. ولماذا قلت جيل الشباب؟ ليس في الأجيال السابقة من قال رأيه بوضوح؟ بنتكلم في مبارك ولا في علاقة الحاكم بالمؤسسة الثقافية؟ بشكل واضح، أنا بعيدا عن الثورية والرمزية في الكلام. طيب النظام بشكل عام كان اللي بيقول رأيه فيه الشباب، لأن هم اللي رفضوا أن ينتفعوا من النظام، وكتير جدا من الأجيال الكبيرة انتفعت بمناصب وانتفعت بجوائز وانتفعت بمراكز، وهم إلى الآن موجودين لسه إلى الآن. ما احنا لو بنسمي النظام، ما هو مين قال إن المثقفين بره النظام؟ في كتير جدا من المثقفين جزء من النظام السابق، والشعراء أيضا، والشعراء جزء من النظام السابق، كبار طبعا، والأسماء المعروفة طبعا يعني، وبمناصب يعني بمناصب محددة موجودة، وبجرائد ووثائق تاريخية وتهاني للنظام، وافتتاحات معارض مع رموز النظام، وصور تذكارية مع العائلة المالكة في مصر السابقة يعني، وكل ده موجود، وهم الى الان موجودون في مناصبهم لم يتغيروا. واتصور ان التغيير محتاج ثوره داخل الثقافه يعني. لكن اللي اقدر اقوله الشباب هم اللي قالوا ثوره، وما اقدرش اسمي يعني الشباب هم اللي قالوا رايهم بمنتهى الوضوح والصراحه. قالوا رايهم لما عملوا جامعات ادبيه خرجوا بيها من دايره النظام. ده كان اول راي، دايره المؤسسه الرسميه للثقافه. ده كان اول راي واضح جدا جدا. الشباب بيعمل جامعات ادبيه، وفي كل اللقاءات اللي كانت الجامعات دي بتعملها كانت بتقول ان احنا بنعمل ده لان احنا مش جزء من النظام، واحنا مش جزء من المؤسسه، لان المؤسسه بتهادن السلطه. ده كان مفهومنا زمان. احنا دلوقتي لقينا المؤسسه جزء من السلطه يعني. كنا فاكرين زمان ان هم هذه قراءه. البعض يقول لانه هذه المؤسسه كانت تقصيكم ولا تعطيكم الفرصه. الموضوع مش موضوع يعني علاقه بالنظام او سلطه، لكن هي فرصه او اتاحه لموطئ قدم ومجال. لو هي كانت ما بتديناش الفرصه، فهي كانت ما بتديناش الفرصه تنفيذا لتعليمات النظام، لان كان واضح جدا ان في جيل من الشباب. اصل احنا يعني هو الشباب اللي خرج في 25 يناير و28 يناير ده ما خرجش فجاه. هم دول كانوا المجموعات اللي كانت ارائهم واضحه جدا وقتها، اللي كانوا بيقولوا ان احنا ضد، اللي كانوا بيكتبوا قصائد ضد السياسات الاقصاء، وضد تهميش الشعب وتهميش الشارع، وضد الفقر، وكانوا متضامنين مع الفقراء ومتضامنين مع كل الازمات اللي موجوده. فازاي ابقى متضامن مع الفقراء واقعد مع وزير التضامن واسلم عليه؟ يعني ازاي وزير التضامن اللي مهمته والقرار في ايده في انه يحل هذه المشكله، ازاي انا اقدر اقعد معاه واسلم عليه؟ هل عاد للشعر رونقه الان ومكانته وصدارته؟ لا. ازاي ده اثناء الثوره كان الميدان التحرير الشيخ امام وشعر نجم وكل وهل لميدان التحرير نفسه الان رونقه؟ هي دي المشكله. المشكله تعالى كده نبص على المشهد ونعمل مناقشه على شهر فات بس، شهر واحد بس فات. شوف كام شاب مثقف طلع في التلفزيون المصري باستثناء الثقافيه، واطرح قبل الثوره وخد شهر من قبل الثوره، هتلاقي ان الشباب بيطلعوا في التلفزيون المصري في الثقافيه بس. ارجع كده افتكر لي البيت بيتك، برنامج التوك شو الرئيسي لمصر للمؤسسه، جاب كام شاب؟
مثقف وناقشه في الاحداث الثقافيه. ليه وشوف يا أخي هشام برامج الجخ موجود في كل القنوات دلوقتي واشعار مش واعلانات دلوقتي مش دلوقتي لا هو مش حاليا، هو هشام كان من فتره موجود لان كان ده بيزنس برضه، يعني حتى ده مش وجهه ثقافيه، ده بيزنس. يعني ده كان بيتلعب كمان بشكل ان في اعلانات هتيجي على هشام، وفي مش عارف ايه، وفي تليفونات وكول سنتر، يعني ده كمان كان جزء من البيزنس. لكن النظام المثقف او الاعلام المثقف اللي بيجيب هشام الجخ، هل هو يقدر يقول لي، مسؤول الاعلامي ده يقدر يقول لي اصل مصر ما فيهاش غير هشام الجخ فاضطرينا نجيبه؟ فمعنى ان انت تجيب هشام الجخ ده كويس، لكن كان لازم تجيب النماذج كلها جنب هشام الجخ. كان لازم تبقى حاله، يعني هي القضيه مش ان هشام الجخ طلع، ده كويس ان هشام الجخ هو طلع. المؤسسات او شركات الاعلانات هي التي تقف وراءه الان، وبالتالي أنت لا توجه لومك إلى وسائل الإعلام بشكل عام، لأنه حضوره حضور إعلامي. أنا مش بناقش كمان وجود هشام، بالعكس ده وجود هشام ده كويس جدا، لأن هشام الجخ بأدائه المتميز جدا وبكاريزمته قدر يخلي الناس تتقبل الشعر، فكان لازم إن يبقى جنبهم ده. طيب لو هنتكلم في إعلانات، فأنا مش عايز حد يكلمني عن دوره الإعلامي يقول لي أنا مساحة التنوير الإعلامية. يعني مش عايز أي حد بتاع قناة يطلع يقول لي أنا المصداقية، ما أنت إعلانات، ما هو يا أنت إعلانات يا أنت مصداقية. اعلانات ما تدعيش الشرف والنبل والمصداقيه. مصداقيه قول لي ليه ما جبتش حد تاني معاه هشام الجخ؟ ما فيش حد. يعني هي ورطه حقيقيه، لان ما فيش مكاشفات، لان ما فيش شفافيه موجوده. احنا للاسف الشديد عمالين نلف في دوائر مفرغه ومش قادرين نوصل ان مصر فيها ملايين يقدروا يديروا هذا البلد. نعم.